في الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمت عن اول حاجتين محتاج تعملهم عشان تبقى الفا. ما تحطش البنات في مكانة مميزة لمجرد ان هم بنات، واتكلمت عن ان انت لازم تلوم نفسك وتتحمل المسؤولية في كل حاجة. النهاردة القاعدة رقم 3 في طريق ازاي تبقى الفا من الصفر، وهي ان انت ما تهتمش بكلام الناس. لان احنا كلنا بنهتم بكلام الناس، كلنا لما بنعمل حاجة بفكر هو ابويا هيعجبه اللي انا هعمله ده، امي هيعجبها اللي انا هعمله ده، المجتمع هيوافق على اللي انا بعمله ده. ودايما رد فعل الناس بيبقى مهم جدا بالنسبة لنا، ودي حاجة مش سهل ان انت تغيرها. لكن الالفا هو اللي بيقدر يتحكم في الحتة دي، لان الالفا بيبقى الفريم بتاعه قوي، الاطار بتاعه قوي جدا جدا جدا. فلو انا كراجل بقى اللي انا بعمله مبني على رأي الناس فيه، فده معناه ان انا بدي للناس سلطة عليا. لان لو هم وافقوا على اللي انا بعمله ده معناه ان هو حاجة حلوة فانا هكمل فيه. طب ولو هم ما وافقوش ده معناه ان هو حاجة وحشة فانا مش هكمل فيه. بمعنى اصح انت بتلغي شخصيتك وبتخلي كل افعالك وكل قراراتك وكل المبادئ اللي انت مؤمن بيها متوقفة عن هل الناس هترضى باللي انا بعمله ده ولا هل الناس مش هترضى بيه. فبالتالي انت ما بقاش عندك شخصية، وده بيلغي كونك راجل تماما. فعلشان تبقى الفا، علشان تبقى راجل بجد، حتى عشان تبقى سيجما، محتاج يبقى عندك سيستم قيم ومبادئ قوي جدا رأي الناس ما يأثرش فيه. واللي انت محتاج تفهمه ان رأي الناس ما يأثرش فيه ده سواء كان بالإيجاب او بالسلب. لان انا ما ينفعش رأي الناس في حاجة حلوة اهتم بيه ورأي الناس في حاجة وحشة ما اهتمش بيه، او العكس. لا، رأي الناس عموما سواء كان حلو سواء كان وحش ما يشغلكش، لان انت تصرفاتك بتاخدها وفقا للقيم والمبادئ اللي انت مؤمن بيها، وفقا لشخصيتك، وفقا للي انت شايف ان هو صح. فما ينفعش ان انا افكس لكل ده، ولو حاجة عجبت الناس تبقى حلوة، حاجة ما عجبتش الناس تبقى وحشة. وخلي بالك الشخص اللي دايما هيحكم عليك، الشخص اللي دايما هيفكر في كل اللي انت بتعمله، هو غالبا شخص ما عندوش حياة اصلا. لان اللي بيضيع وقته دايما في اللي هو يتكلم عن الناس واللي هو يحكم على الناس، يقعد يقول لك ده عمل كده وده عمل كده وده عمل كده، هو شخص ما عندوش حياة. ما هو لو كان عنده حاجة اهم كان شغل نفسه بيها. رأي الناس دي ما ينفعش ان هو يشغلك اصلا. تاني حاجة كمان هي ان الناس لما بتحكم على حد بيبقى بيطلعوا اللي هم خايفين منه في الناس. يعني مثلا هو نفسه يبقى مثلا شخص ذكوري، شخص راجل بجد، فكك بقى من كلمة ذكوري ان هي حاجة وحشة، انا بتكلم ذكوري اللي هو متصل بالماسكلينيتي بتاعته، عنده مشاعر او صفات ذكورية عشان هو ذكر. مفيش حاجة اسمها جمعية الذكوريين الوحشين الأشرار اللي بيكرهوا المرأة، الكلام ده مش موجود أصلا. وزي ما قلت قبل كده مفيش حد بيصرف جنيه على ان هو يدعم الرجالة، انما الجامعات اللي بيتصرف عليها مليارات هي النسوية. فخلينا واقعيين. في راجل كده مثلا يبقى غيران ان انت مسيطر على مراتك او مسيطر على خطيبتك، مالي مركزك، الناس بتخاف منك، الناس بتحترمك عشان انت الفا، وتلاقي واحد بيتريق عليك ويقول لك لا يا عم ده ناشف قوي، انا ما اعرفش هو عمل كده ليه. فهو نفسه يبقى زيك بس هو مش عارف ان هو يبقى زيك فغيران منك. وده برضو بيتا، لان زي ما قلت قبل كده في اول فيديو لما كلمتك عن تعريف البيتا، قلت البيتا هو الشخص اللي بيتصرف من مشاعره، الشخص المنسون. الشخص المنسون يعني شخص بيغير، لان الغيرة صفة انثوية. مين دايما اللي تلاقيهم بيغيروا من بعض؟ مين دايما اللي تلاقيهم بينافسونوا من بعض؟ هم البنات. فانا كراجل اهو بشوف رجاله اجمد مني، ده بالنسبه لي حاجه جامده. ليه؟ لان الراجل اجمد مني ده معناه ان انا المفروض اصاحبه، ده معناه ان انا المفروض اتعلم منه والقط هو ازاي بقى جامد كده، هو ازاي بقى برنس كده، هو ازاي الناس بتحترمه كده. هقعد معاه، هتعامل معاه، هفتح مواضيع ما بينه وما بينه. شوف هو انت ازاي كده، انا عايز ابقى زيك. هل انا غيران منه؟ لا، انا عايز اتعلم منه. انا مقدر ان هو حالته كويسه، انا مقدر ان هو قيمته الاجتماعيه كويسه، وبالتالي انا عايز تبقى قيمتي الاجتماعيه انا كمان عاليه زيه. مش هقعد بقى غير منه، مش هقعد ارمي عليه كلام، مش هقعد القح عليه، مش هعمل شغل النسوان ده من الاخر. فعشان تبقى راجل بجد لازم ما تهتمش بكلام الناس، لان من الاخر كده اللي بيحكم عليك ده زي ما قلت ما عندوش حياه. وكمان لو انت سبت الناس تحكم عليك في كل حاجه انت بتعملها فانت بتلغي شخصيتك، يبقى انت كده بتلغي الحاجه اللي بتخليك راجل. رجاله
بتبقى واثقة في نفسها. عندك مثلا انا لو بمشي ورا كلام الناس انا ما كنتش هعمل اي حاجة من اللي انا بعملها في القناة هنا، لان انا لو مشيت ورا كلام الناس من اول يوم، بالذات بقى ايام لما كان مش عارف اوصل حتى ل 100 سبسكرايبر، لان انا عشان اوصل اصلا الرقم 100 مشترك ده انا قعدت سنة، لان انا ما كانش عندي حد يشير الفيديوهات بتاعتي، ما كانش عندي حد يتكلم عليا سواء ايجابي او سلبي حتى. فانا كنت بخش في وش بقى الشخص العشوائي اللي اليوتيوب هيوجه له الفيديو. ولسبب ما في الاول اليوتيوب كان فاكر ان المحتوى بتاعي هيروح للبنات، مش عارف ليه، فكان بيخش البنات بيشتموني حرفيا، يهزقوا فيا عشان هم مش عاجبهم اللي انا بقوله ده. فلو انا كنت مشيت وراهم ما كنتش هكمل، لكن انا عارف اللي انا بعمله وعارف ايه القيم والمبادئ اللي انا شغال عليها، فما فرقش معايا. فالحمد لله تقريبا القناة بتاعتي بدأت إن هي تنتشر شوية، يعني كانت وصلت ل 500 بس برضه ما كانتش منتشرة قوي. لحد ما أحمد بيرسي، مش عارف انتوا عارفينه ولا لأ، بس هو كان بيتفرج عليا وعمل لي شير من غير حتى ما يعرفني، وقال أنا لقيت القناة دي بالصدفة على اليوتيوب، أنا مش عارف اللي أنا لقيته ده بس المحتوى جامد فخشوا شوفوه. فمن هنا بقى بدأت القناة تزيد شوية. فشاوت اوت لأحمد بيرسي، أنا بقالي كتير ما كلمتوش، أتمنى يكون بخير. الراجل ده يعني هو اللي كلمني قال لي اعمل جروب، قال لي الموضوع ده هيفرق معاك، الجروب دلوقتي 14,000 وبيزيد. لولا إن القناة زادت بسرعة كده مين عارف أنا كان ممكن ما أكملش. مش عشان بقى مهتم بكلام الناس وكده، بس لو المحتوى ما بيوصلش انا بعمل المحتوى ده الهدف ان انا افيد الناس، فلو مفيش ناس تستفاد منه اصلا فلو انا هكمله ليه؟ لكن الحمد لله بقى في ناس بتستفاد من المحتوى ده، بالنسبه لي اهم حاجه، انا عامل القناه دي عشانها. فلو انا بقى كنت مشيت ورا كلام كل واحد، اللي بيضايقني كمان قوي 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 ان بقى في رجاله بقت هي اللي بتغلط، بقى في رجاله بقت هي اللي منسونه. برضو انا للاسف بشوف ناس عامله شير للبوستات بتاعتي وبتتريق عليها، وبشوف ناس عامله جروبات مدخله صورتي يقول لك بص ده عامل ازاي، ده بص ده صابغ دقنه، بص ده بيقول ايه، هو ده عمرنا في واحده هتبص له. والمشكله ان هم بيتريقوا عليا قدام بنات انا اصلا عارفها، واللي بيعرفني الكلام ده البنات دي اساسا. فاللي هو صباح الفل يا اسطى، انت البنت اللي شايفاك اخوها واللي انت اخرك تتكلم معاها في جروب شات دي بتحبنا انا. فبجد لما ما تسلمش ودانك، ما تسلمش قيمك ومبادئك لكلام الناس، لان كلام الناس مالوش اي لازمه طول ما انت عندك هدفك، طول ما انت عندك قيمك، وطول ما انت عندك مبادئ، طول ما انت عندك شخصيتك، انت عارف انت مين. طول ما انت عارف انت مين طول ما انت في امان. تقلق بقى لو انت مش عارف انت مين، لو انت تايه. هنا انت محتاج بقى ايه؟ تقفل السوشيال ميديا كلها، انت محتاج تنعزل عن العالم كله اسبوع اسبوعين حتى لو شهر، تقعد بس انت بتحاول تعرف انت مين، علشان دي اهم حاجة. لو انت كل ما بيحصل لك مشكلة بتلوم الناس اللي حواليك، فانت عمرك ما هتتعلم. لو انت عندك المشكلة دي فانت محتاج تشوف الفيديو ده، لان في الفيديو ده انا اتكلمت عن ازاي انت لازم تلوم نفسك دايما، لان دي حاجة من الحاجات اللي هتخليك الفا.